أجنحة دجاج بالليمون والفلفل الأسود مع صوص لذيذ، عاد واضح من الشكل ما يحتاج أوصف أكثر. أول شي بنسوي خلطة بهارات رهيبة. بجفف قشر الليمون، أفضل أستخدم هالأداة، لاحظ إنها ما تشيل الجزء البيض المرة في الليمون كذا بعد التجفيف. والمكون الثاني الثوم، أحرص إني أستخدم ثوم بلدي لأنها رطب، بستخدم جهاز التجفيف لين يطلع بهالقوام. ولاحظت شيء غريب إن اللون تحول إلى أصفر. وقبل جففت بصل أبيض فبستخدمه في الخلطة بعد. بصل وثوم مجفف، ملح، فلفل أسود، أهم مكون قشر الليمون المجفف. خلاص تقدرون تستخدمون خلاط البهارات بعد، ويطلع معنا ألذ خلطة بهارات يصلح مع كل شيء. إحساس جميل إني أجهز وأخلط البهارات بنفسي. بستخدم أجنحة دجاج بس بقطع قطعتين زي كذا، ثم أضيف عليه زيت زيتون والبهارات اللي سويتها. كثروا منه طبعا، كل ما جلست أكثر في التتبيلة كل ما صار ألذ. فتركته شوي على ما نجهز الصوص على درجة حرارة هادية. أول شي نضيف ملعقتين كبيرة موية وعصرة ليمون، حب يكفي 200 جرام زبدة، وخلوها تذوب براحتها. بعدها نضيف المنكهات، ملعقة كبيرة من نفس البهارات اللي سويناها، وفلفل أحمر مجروش. آخر شي ملعقة كبيرة ونص عسل، واخلطوا زين. أول ما ينخلط خلاص ارفعوا عن النار. طبخت أجنحة الدجاج بالقلاية الهوائية. نحفظ من الصوص شوي للتغميس والباقي أصبه على الدجاج، أحركه زين.